القصة دي حصلت مع شاب في آخر العشرينات، ساكن لوحده في شقة صغيرة على أطراف المدينة. يومه عادي، شغل طويل، بيرجع متأخر، بياكل وينام. لاحظ حاجة غريبة بدأت تتكرر. الكرسي اللي في الصالة كل يوم بيلاقيه مش في نفس المكان. في الأول قال يمكن أنا اللي بنساه أو بزقه من غير ما أخد بالي، بس اللي غير تفكيره إن الكرسي بقى يبعد عن مكانه نص متر أوقات، والساعة كانت دايما بتكون حوالي 3 الفجر. فكر يثبت كاميرا، مش حاجة غالية. جاب التليفون القديم وركبه على حاملة صغيرة ووجهه ناحية الكرسي وسابه شغال. تاني يوم رجع من الشغل، فتح الفيديو، كل حاجة عادية لحد الساعة 2:47 صباحا. في اللحظة دي الكرسي اتحرك فعلا، ببطء شديد، كأنه حد بيزقه بإيده بس مش ظاهر في الكاميرا. وقف الفيديو وسمع الصوت. كان في صوت ضعيف جدا، خافت كده، صوت بيقول: رجعت بدري النهاردة. هو اتجمد في مكانه، لأن ده نفس الصوت اللي بيسمعه وهو نايم أحيانا، بس كان بيقول إنها تهيؤات. رجع توقيت الفيديو تاني، وهنا كانت المفاجأة. في الدقيقة اللي الكرسي اتحرك فيها ظهر انعكاس بسيط على باب المطبخ الزجاجي، مش واضح قوي، بس تقريبا كان فيه شكل بني آدم واقف، بس واقف بشكل غريب، كأنه شايف الكاميرا وبيبتسم.